بعد إطلاق سراح. ما بعد إطلاق سراح أنا ليس الموضوع على مستواي الشخصي، هناك أخوة آخرين، في أخ كله أمجد أبو خالد من كفر ثلث، وأيضا ذيب عقدي من كفر ثلث أمضوا في السجن 18 عاما، يعني فترة ليست بسيطة. أنا على تواصل واتصال مستمر معهم. للأسف الشديد خرجوا قبل ب40 يوم، تصوري ب40 يوم خرجوا قبلي. تواصلت معهم على يعني مستويات من باب استيعابهم في مؤسسات السلطة. لحد الآن يعني هناك إجراءات تطول، وهي الحقيقة يعني للأسف الشديد. إن شاء الله خير يعني شو واحد يكون. حسان ندمت هالقد من السجن؟ لا طبعا، شو الحرية لا تقدر بثمن، وإن كانت يعني حرية مجزوءة ومنقوصة ولن تكتمل إلا بتحرر كافة الأسرى وتحرير شعبنا من الاحتلال. لا ندم طبعا، أكيد يعني أسمى ما يطمح إليه الأسير هو تحرره من القيد والأسر، ولكن على ما يبدو أنه سيكون لنا مشوار من النضال من أجل تحصيل حقوقنا في هذه المرحلة على الأقل. راح تطول، ما بهبط ممكن قد تطول، ربما قد تطول، ولكن يعني يفترض أن يعني تكون وقفة من القائمين لمعالجة مواضيع الأسرى، وقفة جدية بحيث أن تختصر الطرق والمسافات من أجل أن الأسير الذي أطلق سراحه أو تحرر أن يستطيع أن يواكب مشوار حياته. نعم. شكرا كثير لك، نتمنى الله يسمع صوتك وثاني يوم تلاقي مكتبك جاهز وتقعد وتشتغل. أنا كل ما أتمناه يعني طبعا أكيد الحرية لأسرانا ولشعبنا، وأيضا على مستواي الشخصي طموح بسيط جدا إني يعني أنخرط في هذه الحياة وأن تيسر وأن تفتح الطرق بشكل صحيح كحق، ليس كمنة من أحد. لا نستجدي من أي مسؤول أن يمن علينا بأي مسألة، ولكن كحق. نعم إن شاء الله غسان. إن شاء الله. الله يحييك. احنا طبعا نشكركم على هذا التواصل، على نقل الصورة على حقيقتها، وعلى يعني تقديم الرأي الواضح والصريح لشعبنا، لأسرانا في داخل السجون، لأهالينا، لأهالي الأسرى تحديدا، حتى نعلم أننا لا نعيش في أحلام معينة أو بأطروحات ليس لها رصيد في أرض الواقع بشيء. شكرا كثير غسان. العفو، الله يحييكم. إن شاء الله. تحياتي، شكرا لكم. الحرية لأبطال